وضيفنا في حلقة اليوم هو السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا سي خالد. بداية يعني فلنبدأ من هذا الحراك الاجتماعي والسياسي ربما الذي تعيشه المنطقة العربية، ربما قد يعيد النظر في تعامل العالم العربي مع الدول الغربية. يعني مؤخرا لاحظنا أن المغرب مدد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي ل4 سنوات والبروتوكول لسنة واحدة. يعني برأيك هل هذا يفيد أن هذا التمديد، يعني أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يشكك في منافع هذه الاتفاقية مع المملكة المغربية؟ أولا اللي نبغي نقول أنه المغرب عنده يعني كسب واحد الوضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، وهذا الوضع المتقدم باش يكونوا عنده نتائج إيجابية لازم من إطار ديال واحد يعني الاتفاقيات. وفي هذه الاتفاقيات كاين جوج اتفاقيات الآن اللي كيهموا الحوار مع الاتحاد الأوروبي، واحد كيهم الصيد البحري وواحد كيهم الميدان الفلاحي. بما يخص الصيد البحري فعلا تم تمديد هذه الاتفاقية على مدى 4 سنوات، وهذا لصالح يعني المغرب ولصالح كذلك الاتحاد الأوروبي. وتم تمديد ديال البروتوكول لسنة واحدة لظروف معينة. أولا أن المغرب عنده استراتيجية جديدة اللي هي استراتيجية ديال اليوتيس اللي فيها واحد العدد ديال الحاجيات جديدة، وبدلنا المفاهيم ديالنا وبدلنا الأهداف ديال يعني اللي كنتوخوها من تطبيق هذا سميتو، وخاص إلا كان واحد التمويل أو لو كانت واحد الإعانات ولو كان واحد المتابعة والمساعدة خاصها تمشي في هذا النطاق. وكذلك أنه الاتحاد الأوروبي من حقه أنه يبغي يكون عنده معلومات اللي كتهم يعني الآثار السوسيو اقتصادية على جميع الساكنة ديال المغربية ديال بلاد المغرب فيما يخص الصيد البحري. نعم، يعني في إطار هذه الاتفاقات ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي يعني لمسنا جميعا ولاحظنا يعني المتتبع لشؤون المغربية لاحظ أن هناك دائما تدخل إسباني سواء سياسيا أو اقتصاديا، خاصة فيما يتعلق بالصيد البحري أو حتى كذلك تصدير الخضروات والطماطم. فيما يتعلق بهذه الاتفاقية باتفاقية الصيد البحري، كيف تمكنتم ربما من مراوغة هذا التدخل الإسباني؟ اللي يمكن نقول بأنه أولا فيما يخص الصيد البحري فالتدخل الإسباني كان جد إيجابي، لأنه يعني لنا مصالح مشتركة مع البرتغال مع فرنسا ومع إسبانيا بالخصوص يعني الدول المجاورة في الاتحاد الأوروبي، وهذا شيء جد إيجابي. لا الإخوة اللي كيعملوا في نطاق الصيد ولا كذلك بعض المسؤولين على الصعيد ديال الدولة تعاملوا بشكل جد إيجابي في هذه الاتفاقية. وكيبقى القطاع الفلاحي يمكن هنا يعني يمكن تكون الأمور مختلفة، لأنه كاين بعض اللوبيات اللي كيشوفوا يعني في هذا الاتفاق يعني كاين واحد التخالف وكاين واحد يعني منافسة. نعم، فيما يتعلق إذن بالفلاحة بالتحديد، يعني سمعنا كثيرا عن ما بات يعرف الآن بحرب الطماطم بين المغرب وإسبانيا. يعني أين وصلت هذه ربما إن صح التعبير هذه الحرب؟ وبكل صراحة يعني هذه الحرب ديال الطماطم هي غير عادلة، يعني لأن ما فيهش حرب. يعني ملي كنشوفوا الآن البرامج اللي كنرجعوا 10 سنين اللي فات التصدير ديال المغرب بقى ب10% في الموقع ديالو، يعني لا بار دو مارشي ديالو 10% اللي بقات في 10 سنوات، بينما انه بعض الدول يعني في قطاع الخضار والفواكه اللي ضاعفوا 2 مرات 3 مرات في المواقع ديالهم. وثانيا يعني كتعرفوا بانه في هذه الاتفاقيه يعني المغرب فتح واحد العدد ديال المواد ولكن بالكوطه، وكذلك الاتحاد الاوروبي فتحت واحد العدد ديال المواد حتى هي بالكوطه فيها الخضار والفواكه. فهاد الخضار والفواكه بلي كنشوفوا هذيك الزياده اللي تزات لصالح المغرب، فبكل صراحه هي زياده جد طفيفه، لانه السوق مثلا ديال الطماطم في الاتحاد الاوروبي كيتزاد تقريبا من 3 و5% في السنه، وحنا ما عندنا الا 0.7% ديال هذا السوق اللي غادي تعطينا في الكوطه. فهذا ماشي شيء يعني غادي يكون ثقيل. وزياده انه يعني كاين يعني مراصد اخرى، لانه ملي كندخلوا في المنظمه العالميه ديال التجاره لو ام سي بانه يمكن لنا نصدوا هاد لي كونتيتي هاد العدد في اطار هاد القانون.
وكيظهر لي بانه يجب ان نمشيو فوق اكثر من هذا الشيء هذا في المعامله ديال الاتحاد الاوروبي مع الدول ديال جنوب البحر الابيض المتوسط. وتكلمتي في النقاش ديالك اللي فتحتي به بانه ما يجري الان في الموقع ديالنا انه يجب يكون واحد التعاون واحد التشارك اللي كيمشي يعني اكثر من محاسبات ديال بعض الكيلوات وبعض ديال الطونات ديال المواد الغذائيه. نعم، اذا في هذا الاطار اطلقتم في المملكه المغربيه ما سميتموه بمخطط المغرب الاخضر. ربما الان مرت 3 سنوات على هذا المخطط. اطلقتم كذلك استراتيجيه الارشاد الفلاحي. فيما يتعلق بالمخطط مخطط المغرب الاخضر، حددتم ربما رؤيه استراتيجيه واضحه المعالم. ما هي النتائج الملموسه حاليا في هذا الاطار؟ اولا مخطط المغرب الاخضر جاء في واحد الظروف اللي كتعرفها ازمه غذائيه عالميه. ثانيا جاء باش يحسن الوضعيه ديال الفلاح، فهو مخطط اجتماعي له هدف انه يضاعف يعني المدخول ديال الفلاح الصغير 2 المرات من هنا ل 2020، وبهذا باش يعني تكون يعني الفقر نقسموه على 2 من هنا ل 2020. فهذا يعني مخطط مؤسس لسياسه كبيره اللي بغاها صاحب الجلاله الميدان الفلاحي، واللي هي سياسه اولا في قلب المعادله الاستثمار ديال القطاع الخاص اللي بغينا تقريبا مليار ديال الاورو سنويا ديال الاستثمار القطاع الخاص، تدخل الدوله وبشكل كثيف لاعانه هذا الاستثمار وكذلك لاعاده هيكله القطاع لا الوزاري ولا المؤسساتي، بحيث تعملت 10 ديال الفيدراليات بمهنيات، تعودت يعني اعاده الهيكله ديال الغرف الفلاحيه، اعاده الهيكله ديال الارشاد الفلاحي اللي هي استراتيجيه الجديده اللي خرجت بها اليوم الحكومه، اللي غادي تفعل الموارد البشريه، غتدخل القطاع الخاص باش حتى هو يبدا يعمل يعني الارشاد الفلاحي للفلاحه، ويكون يعني تكون كذلك واحد لا كونتريبيسيون ديال الدوله. كذلك غادي نستعملوا كذلك وسائل اللي هي جديده ديال التكنولوجيا الجديده، ونفتحوا كذلك بعض الضيعات باش تكون هذه الضيعات مدارس فلاحيه للاخوه الفلاحين الصغار في هذه المنطقه. كل هذا لانه هذه السلسله ديال الارشاد الفلاحي هي اهم سلسله، وهي اللي غادي تخلي انه هذا المخطط المغرب الاخضر اللي هو مخطط طموح انه يوصل للفلاح. فكيظهر لي بانه 3 سنوات الان باش بدينا مخطط المغرب الاخضر، وكل سنه والا كاين اصلاحات وكاين استراتيجيات، ونتمنى على الله انه يعني السنه المقبله نمسوا البحث العلمي والتعليم. نعم، اذا هذا المخطط الذي وصفته يعني معالي الوزير بالمخطط الطموح، في الوقت نفسه يعني المواطن المغربي البسيط يلحظ يعني ربما ارتفاع في بعض اسعار المواد الاستهلاكيه في المغرب. كيف يفسر ذلك؟ هل ربما ان المضاربه هي التي تلعب دور في ذلك، ام ان الدوله ربما لم تعد تدعم بعض المواد الاستهلاكيه كما كان في السابق؟ اولا يعني المواد الاساسيه الدوله كتدعمها، واللي هي القمح هذه السنه الدوله عملت تقريبا 100 مليون ديال اليورو ديال الدعم باش يبقى الثمن مستقر، وبان الثمن ديال الخبز يبقى في المكان ديالو. كذلك السكر كاين واحد الدعم باش السكر ما يتزادش. المواد الاخرى فهي مواد يعني حره ومستقله، ولكن المخطط المغرب الاخضر كيجي باش يحسن المردوديه ويطلع هاد يعني اللوفر اللي ديال المواد الغذائيه اللي موجوده باش يكون واحد التوازن في الثمن. احنا ما يمكنش نقولوا اليوم انه يعني الاثمنه مرتفعه في المغرب، هي الاثمنه الحمد لله يعني جد مركزه، وثانيا حتى الاثمنه ديال الزرع على المستوى العالمي هي في هبوط، لانه واحد العدد ديال لي سبيكولاتور الان كيخرجوا، المضاربين كيخرجوا باش يمشيو للمواد البتروليه اللي خلى ان الثمن انخفض. وحنا الحمد لله بلادنا يعني هذه السنه الثالثه غاديه في واحد السنه اللي كنتمناو انه تكون سنه فلاحيه جيده. نعم، يعني هذه السنه الثالثه، ما هي اهم العراقيل التي واجهتكم في تنفيذ هذا المخطط الطموح؟ وهو مخطط
طموح، عنده 10 سنين في العمر ديالو، ولكن نعتبر انه زدنا بواحد الخطوه ثابته، واللي خلانا يعني كاين واحد العوامل كثيره اللي خلات النجاح ديالو. اولا الدعم ديال صاحب الجلاله اللي موجود في الميدان ويخرج الى الضيعات وكيتلاقى بالفلاحه الصغار وكيعطي واحد الدفعه كبيره لمشروع الاصلاحات. ثانيا الفلاحه اللي يعني كاين تجاوب وكاين ثقه بين البرنامج وبين العمل ديالهم في الميدان. عملنا اصلاحات اللي هي كبيره، ولكن باقي اصلاحات كثيره، وهذا برنامج طموح ل10 سنوات. باقي اصلاحات ديال المشاكل ديال الارض ديال التجميع اللي احنا الان فيها صدد باش نمروا واحد النص قانوني باش اللي كيهم التجميع، لان مشكله ديال التفتيت ديال الاراضي. كاين المشاكل ديال الماء وندره المياه في المستقبل اللي حتى هي كاين مشروع ديال الاقتصاد ديال الماء في سنوات. كاين هناك بعض عراقيل، ولكن اللي خاصها الوقت وخاصها بالخصوص يعني واحد لا فولونتي باش نزيدوا الامام. نعم، يعني قبل ختام هذا الحوار سيد أخنوش، يعني كما يعلم الجميع أنت رجل أعمال تسير العديد من الشركات، وزير حالي، أليس هناك تضارب في المصالح؟ هل تستفيد من تجربتك في القطاع الخاص لتوظفها الآن بصفتك وزير أم ربما العكس؟ وهو أنا عندي مسؤولية ديال جوج قطاعات اللي هما جد مهمين، الصيد البحري والفلاحة. بلي كتعمل يعني الفلاحة والفلاحة الصناعية وكذلك الصيد البحري، وهي تمثل بين 20 و 25% من المدخول الناتج الداخلي الخام، فشيء جد مهم بمشاكله يعني بالمشاكل ديالو وبالمشاكل ديال القطاعات وديال اللوبيات والتناقضات. فكيظهر لي ما كاينش الوقت باش نقدر يعني نواكب الاعمال ديالي، ولكن الحمد لله انا الاعمال ديالي هي شركه عائليه لها اطرها وتقوم بالعمل الذي يجب ان تقوم به. نعم، ولكن ليس هناك تضارب المصالح. لا، ليست هناك تضارب المصالح، ولكن اللي نبغي نقول انه ما يمكنش نقول لك فعلا انه تجربتي كرجل اعمال غادي كنحاول يعني نجيب يعني واحد السرعه في العمل ديالي في الميدان الفلاحي، ونجيب الاصلاحات لانه هكا تعلمنا نعملوا، وكذلك انه بلي يعني يكمل هذا المشروع ديال الفلاحي. يمكن نقول بانه كانت احسن تجربه لي في حياتي اللي هي ديال الفلاحه. ونتمنى لك التوفيق. اشكرك جزيلا الشكر سيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحه والصيد البحري المغربي. شكرا سي خالد.